الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الكرماء ويا أصحاب الكرم والجود، ما هو الكرم؟ الكرم والجود والعطاء من كمال الإيمان وحسن الإسلام، ودليل على حسن الظن بالله تعالى. والكرامة في الدنيا والرفعة والذكر الحسن في الآخرة من الكرم. أيضا المتصف بهذه الصفات أيها الكرام محبوب من الخالق الكريم وقريب من الخلق، فهو محبوب من الخالق ومحبوب لدى الخلق، كريم. والمتصف بهذه الصفات قليل الأعداء والخصوم، لأن خيره منشور على العموم. المتصف بهذه الصفات نفعه متعد غير مقصور، وهذه الصفات تثمر حسن ثناء الناس عليه. هذه الصفات أيها الكرام تبعث على التكافل. هذه الصفات تبعث على التكافل بين أفراد المجتمع، فهو يواسي الضعفاء والمساكين والمعوذين والنازحين وذوي الحاجات. أيضا أيها الكرام هذه الصفات، صفات الكرم والجود والبذل والعطاء والسخاء، هذه الصفات تزيد البركة في الرزق والعمر. وهذه الصفات تولد في الفرد شعورا بأنه جزء من الجماعة، وليس فردا منعزلا عنهم إلا في حدود مصالحه فقط، لا، وإنما هو للعامة، نفعه متعد وليس بخيلا شحيحا يغصر الخير والفضل على نفسه فحسب. أيها الكرام هذه الصفات تساعد في إقامة سد واق يمنع الأنفس من السيطرة على حب التملك والإيثار. وأيضا هذه الصفات تساهم وتسهم إسهاما حقيقيا في حل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والعجزة والمساكين ومن تقطعت بهم السبل في بلادنا. وأيضا أيها الكرام معاني الكرم والجود والسخاء والبذل والعطاء لها معاني كثيرة، ولها سمات وهي مقبولة عند الخلق، هذه الصفات أجمعين، وعند الخالق سبحانه وتعالى المنعم الكريم المتفضل. صلى الله يرزقنا العلم والعمل، ويجعلنا من الكرماء، من الذين يبذلون أموالهم سحاء آناء الليل وأطراف النهار في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويزيدنا توفيقا وإحسانا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا، وما أحوجنا إلى مثل هذه الصفات في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه العشر الأواخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، ويجعلنا من الذين يستمعون القول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أبو سهل علي الهواري.